عشاق الريال في متابعة الفريق في رهان التحدي الكبير في الليغا، فترة الإعداد للفريق اللي كانت بعيدة عن الضغوطات الإعلامية، وهذا ما يعكس رغبة تشافي ألونسو. هذا هو تشافي ألونسو من ركضة المدرجات في لشبونة إلى وقوفه اليوم مدربا على خط ريال مدريد. الزمن يعيد نفسه ويعيد أبطاله مع ريال مدريد، لأن تلك الخطوات المجنونة اللي قطعها تشافي ألونسو من مدرجات لشبونة لم تكن لحظة عابرة فقط، كانت وعدا خفيا أن يعود يوما إلى ريال مدريد، لكن ليس كلاعب. يلعب له كرة هاوسن في الجانب الأيسر لمصلحة كاريراس، لمسات يحاول من خلالها ريال مدريد في أن يتقدم بالنتيجة من خلال أحداث شوط المباراة الأول من هذه المواجهة. هكذا باللعب واللي راح لمسة عند فينيسيوس، فيني عند اللمسة رجع له أو عادت المحاولة الماضية من جانب العالية، لمسة تصل لمصلحة تيرول، الفريق النمساوي صاحب الحظ الكبير حتى أن يواجه ريال مدريد في هذه الأمسية. كرة لا زالت مستمرة في الجانب الأيمن عرضية، ولكن بعد ذلك كورتوا هو الأقرب للتصدي داخل البيت الأبيض والعمل بهدوء لإيجاد الحلول الجذرية. هذه الوضعية اللي راح يبحث عنها تشافي ألونسو، الانسجام الفني. هاوسن يتقدم بكرة لمسة أمامية من جانب هاوسن، محاولة من جانب فيني، يحاول فيني ولكن الكرة الأخيرة بتعدي اللحظة. فالفيردي اللي يغيب بسبب الإرهاق العضلي، وكامافينجا اللي تعرض لإصابة في الإصابة في الكاحل مع احتمال عودة أيضا الإسبانية أو حتى المشاركة القادمة في دوري أبطال أوروبا. هذا كاريراس مر وتقدم فيني العرضية والأرضية، بعد ذلك الكرة العاشق لريال مدريد، لمسة وركلة ركنية تصل من جانب كيليان، عرضية ممتازة بالراس ولكن من جانب حارس مرمى فريق تيرول النمساوي في إبعاد اللمسة الأخيرة إلى خارج أرضية ملعب. يتألق من أمام كيليان مبابي بهذه الوضعية وبهذه زالت المحاولة حاضرة، هذه الخطورة المدريدية، هذا المرور، هذه المحاولة. يا الله على كرة وقذيفة. هنا سيبايوس بالقدم اليسرى القوية، سيبايوس بالقدم اليسرى القوية أرسل كرة قوية جدا، لكن العارضة شوف اللمسة، راوغ أخذ المساحة، بعد ذلك أطلق هذه القذيفة أو هذا جولير، أردا جولير اللي كان في التصويبة الماضية، وبالتالي المحاولة إلى خارج أرضية ملعب بعد ما اصطدمت في العارضة. بالنسبة لمحاولات الريال، كاريراس لمسة عند كيليان في هذا الجانب، يا كيليان في هذا المكان، يا كيليان في هذا المرور، تمريرة محاولة فيني يحاول، ولكن بعد ريال مدريد عند الأفضلية، عند الاستحواذ، عند الخطورة. دياز مر وتقدم، دياز يحاول يحافظ على كرته، لمسة ثم نظرة ثم ضربة. لمسة لا زالت هذه بالراس، ولكن بعد ذلك الكرة بتعدي فيني عند اللمسة. خطوط ريال مدريد، لمسة لا زالت حائرة في الجانب الأيمن، هذه العرضية وهذه اللمسة بالراس. أحلى يا ميليتاو، أحلى رأسية يا ميليتاو. ريال مدريد يتقدم بالهدف الأول، يدير ميليتاو يبدأ بهذه الوضعية، يرتقي أمام الفريق النمساوي، وبالتالي ريال مدريد يتقدم بالهدف الأول، يدير بلمسة، يدير بلقطة وارتقاء برأسية ممتازة. من خلال هذه اللقطة يسجل ريال مدريد. حاول الحارس النمساوي في أن يتصدى، عينك على العرضية كانت بالملي، وبعد ذلك القادم كاريراس عند اللمسة. حتى الآن رايك كاريراس يمرر بتمريرات ممتازة، بينما فيني لا زال يحاول حتى أنه يحاول من خلال هذه اللقطة الفريق النمساوي حالة من الضغط من جانب عناصر الريال. أردا جولير لمسة دوران. ما هذا يا كيليان، ما هذا يا كيليان بالرقم 10. كيليان يوقع على الهدف الأول ويبشر العشاق على انطلاقة فصل استثنائي مع الريال. ما أحلاك وما أروعك يا كيليان، ما أجملك، ويا لأناقتك يا كيليان، يا لحضورك يا كيليان، لكن عينك على اللمسة، على النظرة، على التمريرة الجميلة جدا من جانب هذا ريال تشافي ألونسو. هي اللحظة اللي تبهر الأبصار وتوقظ المشاعر يا ريال مدريد. لمسة فنية من هذا الجانب، تمريرة ساحرة من جانب جولير، أي تمريرة يا تركي، أي دوران يا كيليان، أي حطة، أي نظرة، أي الهدف الثاني. لمسة في الجانب الأيمن للفريق النمساوي، ولكن هنا في هذه
اللقطة الأول والرأسية الأولى والرأسية الناجحة حتى هذه اللحظة. لمسة أمامية بتلعب في الجانب الأيمن، محاولة المرور والتقدم في ظل جولير رجع له كرة للخلف لمصلحة تشواميني. جولير يا لمسة يا جولير، يا لمسة يا جولير، أي استلام أي تمركز من جانب كيليان، أي نظرة عادت عند جولير، وبعد ذلك الحكم يطالب بالاستمرارية، مطالبة بخطأ من جانب لاعبي الفريق النمساوي لاعبي فريق تيرول. وبعد ذلك الكرة كانت واضحة جدا ارتفاعات الفريق النمساوي بالهدف الثالث. حتى الآن تحرك ممتاز كيليان في الاستلام، وبعد ذلك الكرة اللي اختلت حساباته ليستغل باريس هذا الموقف ويتفوق ب4 أهداف في نصف نهائي مونديال العالم الجافي لهذه الأسماء. كرة في الجانب الأيمن لمصلحة الريال، دياز عند اللمسة، دياز ينتظر، دياز يمرر، ولكن بأكثر من 30,000 مشجع يتواجدون من هذه اللمسة. المحاولة من جانب كيليان، ولكن المحاولة الماضية بتعدي إلى خارج أرضية الملعب. ترقب وصلت عن فيني في اللمسة، فيني في النظرة، فيني في هذا الحوار مر وتقدم. خطأ لمصلحة ريال مدريد ولمصلحة فينيسيوس من خلال اللقطة الماضية ومن خلال هذه اللقطة وهذه المحاولة وهذه أفضل صورة من أمام التقدم الهجومي للاعبي فريق ريال مدريد. الحكم يطالب بالاستمرارية ويعطي الأفضلية للمحلي. واضح جدا بأن تعليماته كانت حاضرة للاعبي الفريق على أنها مباراة رسمية. هنا اللمسة، هنا النظرة، هنا الضربة، عدت يا إبراهيم يا دياز، عدت يا إبراهيم يا دياز، مر وتقدم. هنالك السلاح على مستوى الجانب الأيمن، إبراهيم دياز مر وتقدم. استلامه للكرة بصورة أردا جولير، أردا يتقدم، أردا يحافظ على كرته، لمسة، نظرة عرضية، ولكن الكرة الماضية إبعاد من جانب مع قادم الأوقات. نظرة تصل في الجانب الأيسر لمصلحة فيني يتقدم، فيني في هذه اللقطة، فيني في هذا الحوار إلى أو الفريق النمساوي من مناطقهم، لكن اللمسة من خلف الدفاعات، المحاولة وبعد ذلك الكرة بتعدي. عاد هذه اللقطة بأفضل صورة لمصلحة تيرول، الفريق النمساوي بالعرضية، ولكن ميليتاو في بعض اللعب. لكن عندنا لمسة من جانب فيني، هل من ظهور يا فيني، هل من لمسة يا فيني، فيني يتقدم، فيني في هذا الحوار، فيني في هذا الصراع، فيني في هذه اللمسة. محاولة عادت عند كيليان، مبابي ينتظر، كيليان يتقدم، كيليان يحاول، كيليان ينتظر، كيليان يمرر، كيليان، وبعد ذلك الكرة عاشق لفريق ريال مدريد في هذا الملعب. لمسة خطيرة، هذا المرور، هذا التقدم، لكن في اللحظة الأخيرة تشواميني، في اللحظة الأخيرة يعود كالأسد حتى أن يقطع هذه اللقطة. تشواميني من خلال اللمسة المرتة، جولير في لمسة عند كاريراس ينتظر، كاريراس في لمسة، في نظرة، ولا جار الحارس النمساوي هذه اللمسة بالراس، أو لا زالت المحاولة من جانب ميليتاو، ولكن كرته بتعدي تصل من جانب أردا. جولير عند اللمسة، في نظرة، في تحرك، في عرضية، عدت المحاولة من جانب عرضية اللاعب إبراهيم دياز اللي مر وتقدم. حاول من خلال هذه اللقطة ومن خلال هذه اللمسة، عينك على نظرة جولير في تمريرات سحرية يقدمها هذا الفتى التركي، هذا الولد التركي. بهذه القادم راح يكون استثنائي لي اللاعب فينيسيوس جونيور. كرة في الجانب الأيسر، محاولة المرور والتقدم لكيليان في هذا لاعب سيبايوس في هذه اللحظات. لمسة كاريراس تضع مبابي في هذا الحوار، لمسة مبابي، وبعد ذلك الكرة اللي جرقة الرياضية مع ريال مدريد خلال الجولة التحضيرية. لمسة من جانب فيني، ولكن فيني يتحصل على خطأ من هذه المسافة ومن هذه المحاولة ومن هذه اللقطة اللي كانت عليه. ربما هو الأقرب، ربما مبابي راح يصوب من هذه اللمسة ومن هذه النظرة ومن هذه الحطة. على أردا جولير، لكن العارضة من خلال هذه اللقطة يا جولير، العارضة من خلال هذه اللقطة، عينك على هدوء هذا الفتى التركي في لحظة التصويب. هنا داني سيبايوس في وضعية دفاعية، يدافع للمرة الأولى، قطع الكرة من جانب جولير عند فيني، الجميع يريد فيني بأن يسجل. نعم، بصمة فيني، لمسة، انتظار، ثم ضربة تأخر فيها، عادت على لقطة،
على لقطة هي الثالثة، ومحاولات أردا غولير لا زالت مستمرة، وخطورة ريال مدريد عندما يتقدم غولير. شوف اللمسة الماضية عادت عن فيني، مرت من جانب فيني، وصلت عند اللاعب غولير لمصلحة لاعبي فريقه. على الخطأ كيليان قطعها، وبعد ذلك لا زال يحاول كيليان، لحق على كرته، ولكن الفريق النمساوي قطع الكرة من جانب أرنولد. محاولة غولير يحاول في هذه اللقطة، والكرة بتعدي. أردا غولير على تنفيذ هذه الرمية أو على تنفيذ هذه الركلة لمصلحة كيليان، خاطئة من جانب كيليان. عودة من اللي راح يدافع. شوف فيني العائد إلى الخلف، فيني العائد إلى الخلف. مدريد أن الفريق يقدم أفضل ما عنده ويبدأ بأقوى صورة. هنالك في أحداث الليكا عرضية وصلت، ولكن الإبعاد لا زال حاضر. محاولة بس حاول في أنه يمرر. أتوقع ممكن واحد من الأسماء اللي راح تغادر في قادم اللحظات وفي قادم الأوقات، ولكن هنا أرنولد في وضعية دفاعية يدافع من خلال هذه اللقطة. لمسة تصل. فيني في هذا الاستلام، فيني يناظر، فيني ينتظر. وين رايح فيني يحافظ على كرته، يحاول من خلال هذه اللمسة صعبها على نفسه، لكن لا زال ينتظر الدعم. فيني كل لحظة بأهميتها مع ريال مدريد، لا مجال للأخطاء، لكن هنا كيليان الله عليك، الله يا كيليان امبابي، والهدف الثالث. يا لها من لحظة يا كيليان، يا لها من لحظة يا كيليان، يا لها من لقطة. مر وتقدم، راوغ حارس مرمى فريق تيرول النمساوي. كيليان امبابي يظهر بهذه الوضعية وبهذه الصورة. عينك على هذه التمريرة من خلف دفاعات الفريق النمساوي. هنا كيليان، هنا الحكاية، هنا اللمسة، هنا النجم الكبير، هنا كيليان امبابي بهذه النظرة يا كيليان، وبهذا المرور يا كيليان يضع فريقه. يتألق كيليان، يتعملق كيليان في موسم راح يقدم من خلال كيليان الصورة الحقيقية اللي يتميز. لمسة أمامية هنا في الجانب الأيمن، إبراهيم دياز مر وتقدم بصورة ممتازة. دياز محاولة المرور والتقدم، لمسة من جانب غارسيا، يتقدم هنا غارسيا في هذه اللقطة، وبعد ذلك الكرة الأخيرة غونزالو. نعم، من خلال هذه اللقطة غونزالو، من خلال هذه اللمسة غارسيا في هذا المرور. دياز اللي مان غارسيا عند رودريغو هنالك في الجانب الايسر لمصلحه عناصر الريال. كيليان مر وتقدم، سقط كيليان من خلال هذه اللقطه. محاوله المرور والتقدم، لمسه، ارتداد سريع يبحث من خلاله الفريق النمساوي في انه يتقدم. هنا جل مع ريال مدريد، خطا لمصلحه الريال. لمسه من جانب غولير، أردا غولير في لمسه. هذه المحاوله على لقطه، على هذا الارتقاء، على هذه المحاولة من جانب مين؟ من جانب اللاعب اللي حاول في الكرة الماضية. هنا اللمسة الماضية اللي كانت واضحة من غونزالو. نعم، غارسيا اللي مر وأظهر مشاكل الريال اللي كانت واضحة من الموسم الماضي، لكن في نفس الوقت لكن عندنا لمسة لمصلحة تيرول. هل من لحظة تاريخية لهذا الفريق؟ محاولة، ولكن لونين يتصدى. كان بالإمكان الفريق النمساوي من جانب هذا اللاعب اللي حاول في هذه اللقطة، وحاول من خلال هذه اللقطة أن يسجل لحظة. برشلونة مع مجموعة من الأسماء والتعاقدات اللي كانت واضحة من جانب بارشا، لكن أول في أن يسجل الثلاثية في هذه السهرة واحدة من الليالي الجميلة من جانب كيليان. شوف اللقطة الماضية، شوف التقدم اللي كان حاضر، وبتمريرة كانت واضحة من جانب اللاعب غونزالو غارسيا. واضح كيليان امبابي أمام هذا الحوار. بخال هاوسن في الجانب الأيسر لمصلحة عناصر ريال مدريد. اللحظات القادمة ممكن راح هذه خاطئة من جانب غارسيا، وصلت لمصلحة تيرول. اللمسة والتقدم هنا روديجير بهذه اللقطة وبهذه الوضعية في إبعاد اللمسة الأخيرة. الكرة الأمامية بتلعب، هذا الدوران لمصلحة. شوف هاوسن تحضير، قيمة، ثبات، انسجام، صلابة. لما نتكلم عن اللاعب هاوسن مدافع ريال مدريد، نتكلم عن اللاعب هاوسن في ريال مدريد لفترة عانى من خلالها الريال، لكن رودريغو عند اللمسة هنالك في الجانب الأيسر لمصلحة مبابي. كيليان يحافظ على كرته، لمسة لا زالت عرضية متابعة إلى خارج أرضية الملعب، هذا
هذا غونزالو بهذه الطريقة، شوف العرضية وصلت بهذه الطريقة. تمركزة في الجولة السادسة أمام ليفانتي. كرة في الجانب الأيمن، والإياب ضد برشلونة في الجولة التاسعة من جانب مواجهات الريال في قمة الليغا الإسبانية. أردا غولير عند اللمسة، دوران كيليان من جانب اللاعب كيليان، لكن الكرة الأخيرة اللي بتعدي لأن حارس الجانب الأيسر لمصلحة عناصر ريال مدريد. رودريجو عند كيليان في هذا الحوار، كيليان في اللمسة في العرضية. الله، لابد من بصمة يا رودريجو، لابد من بصمة يا رودريجو. أنت رجل الذكريات، بل رجل وأحلى الحكايات مع ريال مدريد. هنا رودريجو يسجل، يضع بصمته، يسجل رابع الأهداف. انسجام كبير من جانب كيليان، نظرة كيليان، تحرك رودريجو على يمين الحارس النمساوي، يا عيني على النظرة.